ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين. جمعة مباركة علينا يا رب. ربنا يسعدكم وينولكم كل اللي في بالكم ويرخيها علينا وعليكم يا رب، الأسعار والحياة ونكون قدها وقدود. معلش كله هيعدي بإذن الله. النهاردة بقى جاية بروتين، شوية مواعين كده ايه عايزين يتلمعوا، شوية تنظيف في المطبخ، على شوية أكل شعبي كده من اللي قلبك يحبه. فحاجة كده ايه يعني، فاخر من الآخر يعني. هنعمل بقى شوية المواعين. بصوا الصابون اللي أنا عاملاه بيخلي الألمونيا، أقسم بالله أنا ما شفتها في غسيل أي مسحوق أو أي سائل زي الصابون ده. نظافة وتعقيم وتلميع، تحفة الصابون. يعني استفادوا من حاجة احنا بنرميها وملهاش اي لازمة، وكمان بتسد البلاعات، وعشان من الدهون بتتجمد في البلاعات في الجو ساقع ده. فشوية زيت على حبة زيت على حبة زيت، تعملي شوية صابون ايه يخلولك المواعين ديت بتورق. حتى البقع في الهدوم بالذات الجاف بيطلع الجاف جدا. انا جربته كذا مره في الهدوم بتاع العيالي بتاع الدروس والمدارس وبيبقى فيها جاف، بيطلع الجاف وبيخليها زي الفل. اي بقعه تعجي بيها بالصابونه ديت او تسيبيها شعليش على حاجه شويه، تبص تلاقيها البقعه باذن الله راحت. ماشي. بصوا الالمونيا، بصوا دعك الالمونيا تحفه. ماشي. نخلص بقى المواعين وننضف كل الحوض كده وايه، ونصبن الدنيا كلها عشان هنخش بقى ايه على غدا ايه تمام. الكل بيحبه، اكل شعبي كله الدنيا بيحبها. ماشي. وهي تنضفي على طول الحوض، ما تسيبيش فيه بواقي تنزل عشان تسد البلاعات وده كلته بيعمل تراصيب ويسد البلاعات في الشتاء بقى، وداخلين على صيف، على موسم الشتاء. كل سنة وانتم طيبين. فايه يعني لازم نراعي ربنا في كل حاجة احنا بنعملها. والله يا جماعة اللي بيراعي ربنا في كل حاجة ربنا بيوقف له، يعني بيحلله الدنيا كلها. بصوا انا ده شوية فول مش هرميه في الزبالة، طبعا هفضيهم في كيسة ويبقوا ايه لوحديهم، عشان حرام الاكل ده يعني في غيرنا بيحتاجه او الحيوانات بتحتاجه. انا جنبي جارة عندها بتربي فراخ، فانا بحاول بقدر الامكان اي اكل باي بواقي بدل ما هرميها في الزبالة تداس عليها او حرام، فانا بديها لها ايه للفراخ. ماشي. انا كده ايه خلصت المواعين اهوت بقى، اصبن الحوض واصبن الرخامة وكل ده ايه. طبعا الصابون فيه ليمون وفيه خل، فكله تعقيم. ماشي كده. خليكم معايا، خليكم معايا بقى كده واحده واحده عشان احنا هنخش على شغل جامد دلوقتي. ماشي. صبن بقى الحوض ده ايه شويه كلور كده، بعد ما بخلص خالص بدعكه بقى ايه بالسلكه، وبعد كده برشه بالكلور وبسيبه شويه. اي صدى فيه، اي مش متلمع، اي حاجه كده مرديه عليه بتطلع على طول. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الدعاء يا جماعه، الدعاء. ندعي لفك الكرب، وندعي لاخواتنا في فلسطين، وندعي لصلاح الحال. ربنا بصوا الدعاء بيغير الاحوال. ندعي كتير، ندعي ونستغفر ربنا ونوحده ونقول لا اله الا الله، ولازم نشيل هم بعض. يا جماعة والله الدنيا مش هتتصلح حالها الا لما كلنا نشيل هم بعض. لازم نشيل هم بعض. مين هيشيل همنا؟ مفيش حد بيشيل هم. يعني هنجيب ناس من بره تشيل همنا؟ لا، احنا لازم. جارك تعبان لازم تقف معاه، اخوك تعبان حياته فيها حاجة لازم نقف مع بعض. بصوا انا برش كلور اهوت وهسيبها شوية، تبصي تلاقي ايه اي حاجة في الالمونيا بتاعة الحوض بتبقى زي الفل. خلاص. بعدها بشويه كده بقى شطفته طبعا، وجم عندي بقى ايه شويه خضار كده. انا ما روحتش السوق، انا جبت من جنبي. طبعا مروحة السوق ديت عايزه ايه؟ ان انا بجيب كل احتياجاتي بتاع الاسبوع ل10 ايام، بس عشان انا يعني هجيب حاجات بسيطه. فجبت من قريب، هي غاليه شويه، بس يعني الوقت العوزه بقى. وبجيب الحاجات دي في اضيق الحدود، يعني مش دايما بجيب من هنا. انا بقول اجيب من السوق واروح اجيب من السوق وطبعا بجيب كل احتياجاتي، مش بجيب حاجه صغيره بقى ولا كده بقى، لا بجيب بتاع الاسبوع ل10 ايام، كل مطالبي بقى من السوق.
ابدا اقشره كده ايه، مش يعني اقلمه كده، مش كله، مش هقشرها كلها. ماشي، عشان القشره دي بتبقى ماسكه البتنجانه بعضها. خلاص كده. وبعدين القشره فيها فايده، يعني هي فايده الحديد في القشره. انا ما بحاولش اقشرها كلها. خلاص. وابدا بقى ايه اقطعه كده ايه اجزاء يعني مليانه شويه، عشان لما تتقلي ما تتهريش وما تبقاش ايه مهريه. انا بحب الحاجه ايه واضحه كده في الصينيه. خلاص. هعمل بقى صينيه مسقعه كده، بس ايه مش اي مسقعه، حاجه كده ايه تحفه. والطعم والطريقه هتعجبكم جدا، ولا بتبقى شايله زيت ولا اي حاجه. ماشي. انا هقطع البتنجان كله بتاعي كده. وحد الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارزقنا من حيث لا نعلم ولا نحتسب يا رحمن يا رحيم. الايام دي بقى بصوا يعني كل يوم نازله بسبب استمارات تالتة اعدادي. طبعا روضة في تالتة اعدادي السنة دي. طبعا بنكتب الاستمارات، فايه كل يوم والتاني إيه ناقص اوراق نصور. مش ندعي لاولادنا ربنا ينجحهم وما يخيب تعبهم ابدا، ويا رب يدي كل واحد كل امنيته ويحقق لكل واحد كل اللي بيتمناه، ونشوفهم اسعد مننا واحسن مننا يا رب. بصوا انا خلصت البتنجان كده، هرشرشه بقى ايه شويه ملح، ما تكترش الملح لان البتنجان اصلا كده حادق، بس انا عايزه يا دوبك ايه ينزل الميه البسيطه اللي فيه. ماشي. هرشرشه شويه ملح بقى كده ايه، واسيبه شويه على جنب لحد ما ايه ما اعمل الصلصه بتاعتي واعمل قطع الفلفل، واحضر يكون ايه البتنجان طرى شويه ونزل ميته. خلاص. يلا نخش بقى ايه على شويه فلفل كده حلوين. نشيل بقى ايه كل الحاجات اللي حوالينا ديت عشان ايه نشتغل. اهم حاجه تشتغلي في الاكل كده بمزاج، يعني تكون نفسيتك ان انت بتعملي الاكل بقى مش واقفه وتعبانه وتبقي عامله الاكل وانت متضرره، لا. عايزاكي تعملي الاكل كده وانت مبسوطه ومرتاحه عشان الاكل يطلع طعمه حلو. اهم حاجه النفس، ولا في التوابل ولا في حاجه، اهم حاجه ان انت تكوني راضيه. الرضا والله يا جماعه، الرضا ده عليه عامل كبير جدا. بتطلع الحاجه في ايديكي ما شاء الله، حتى لو انت عاملاها يعني مش بامكانيات كبيره، ولا زبده ولا سمنه بلدي ولا كده، لو شويه زيت بس بركه ربنا بتخلي الحاجه لها طعم ولها كده ايه نفس حلو. مش بكتر مش باللحمه ولا بالفراخ، ممكن تكون شويه فول بس انت عاملاهم يعني بنفس راضيه، بيكونوا اطعم من الفراخ واطعم من اللحمه. وبعدين يعني البطن ما بتشكرش، مش دايما هنقضيها فراخ ولحمة. احنا ايام المدارس ديت يعني اكترية اكل عيالنا بتبقى سندوتشات. هي يمكن طاقة واحدة في الاسبوع اللي احنا بنتجمع عليها كلنا وناكلها كلنا في وقت واحد، لكن بقية الاكل طبعا بيبقى ايه كل واحد في وقته، اللي بيجي من المدرسة بياكل، اللي رايح المدرسة بياكل سندوتشات للمذاكرة كده. الم بقى حاجتي كلها كده. ماشي، عشان هخش ايه على بقية التقطيع. انا بقطع كل حاجة خالص، اخلص تقطيع خالص وانضف كل حاجة ايه بقى، وبعدين ابدأ ايه اروح على البوتاجاز. خلاص. البصل بقى اللي راح في داهية، بس برضه هنقول الحمد لله هي زنقة، وطبعا شهر في السنة زي السكر ما عمل. وعايزة اقول لكم على معلومة في السكر. انا لما رحت اصرف التموين من السكر من بتاع التموين اللي هو جمعيتي، والله اتفاجئت ان هو بيصرف لي كيسين سكر على بطاقه التموين. كل بطاقه تموين ليها كيسين سكر ب27 جنيه، يعني لا واقفه ولا هدة حيل ولا كل يوم نجري على السكر. وبعدين انا بعتب على الناس قوي اللي بتبقى ايه واقفه في الطابور وتجيب كيسين سكر او كيس سكر، ها، وتاني يوم تلاقيها واقفه في الطابور تاني. طب انتي خلصت السكر اللي عندك، طب ما احنا نسيب غيرنا ما خدش ياخد. لكن يا جماعه هو العيب فينا احنا، العيب مش في حد. احنا لو كل واحد ياخد احتياجه او على قد ما هو عايز، الحاجه هتبقى متوفره. احنا اللي بنخلي التجار تتجاشع وتغلي الحاجه علينا. في كل مكان بيبيع بسعر، يعني في ناس بتبيع 47، في ناس بتبيع ب50، في ناس بتبيع ب60 وب55. طب وليه؟ طب ما هو انا رحت عند بتاع التموين ولا وقفت طابور ولا اتبهدلت ولا اي حاجه، وقال لي السكر موجود من فرد ل3 افراد كيس سكر، 4 افراد كيسين، وصرفتهم وانا واقفه مع التموين ولا اي حاجه. ومش بس وانت بتصرفي التموين، يعني ممكن تروحي تاني في اي وقت تفتحي البطاقه ب3 جنيه وهتاخدي كيس السكر. ماشي.
متتزحموش بقى، وما تقفوش الطوابير اللي تضيع منكم اليوم كلته وانتوا واقفين عشان كيس السكر. احنا اللي بنعمل كده في نفسنا. رحت بقى على البوتاجاز وشويه البصل الابيض، انا بحب البصل الابيض جدا في التقليه، بيبقى لونه ايه وردي كده وجميل غير الازرق. الاحمر ده بيبقى مزرق كده وبيبقى مغمق في الطبيخ، ده بحبه ايه للسلطه، لواحده بصله ناشفه كده جنب شويه فول. ماشي. حته تومه بقى كده، البصله قربت ايه خلاص تحمر، حطيت حته تومه، هشوح بقى كله في بعضه كده. وبرضه ما نكترش في البصل، يعني البصل غالي ما نبقاش بقى ايه بنستعمل بصل بكتره، لا حاجه صغيره. وما تجيبي بصل ما تجيبيش الكبير قوي. الكبير ده انا بجيبه في حاله واحده بس لما اكون هعمل محشي، بدل ما هقوم اقطع كذا بصله صغيره، لا بصلتين ثلاثه كبار بتقتل الغرض. ماشي. يعني نقلل في البصل عشان ايه، نوازي امورنا وما تبقاش كل حاجه ايه غاليه في ايدينا. طبعا عصره شويه طماطم بقى ايه حلوين كده، التسبيكه ديت بتبقى محتاجه طماطم زي المحشي بالظبط. خلاص. انا بعد ما خلصت طبعا الباذنجان عليه لسه بقى ايه ملح، فانا بعمل ايه بشطفه واسيبه في المصفى يتصفى. ماشي. بنزل الملح الزياده اللي عليه عشان ما تبقاش المسقعه حادقه، يبقى البتنجان عليه ملح. وهو اصلا البتنجان كمان طبعا الحاجات اللي فيها حديد دي بتبقى حادقه اصلا. ماشي. هسيبه بقى يتصفى شويه كده وايه، ونشوف هنعمل ايه تاني. توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. عندي بقى ايه حته قماشه نضيفه كده او فوطه نضيفه، وباخد البتنجان بمسحه عشان ايه ما يطرطش معايا في الميه، وكمان بنشفه الميه عشان ما تطرهوش. خلاص. بنشفه كده على ما الزيت يسخن اكون انا ايه نشفت البتنجان. فوطه مطبخ، مناديل ورق، بس المناديل طبعا بتتبل بسرعه، فايه فوطه مطبخ بنضيفها كده وايه، وتبداي تنشفي البتنجان كله كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس كل حاجة ما بتاخدش وقت، بس انتي رتبي امورك، شوفي ايه اللي هتعمليه الاول. هو المفروض ان انا ما ببيتش المواعين اصلا، ما بحبش ابيت المواعين في الحوض، بس ببقى خلاص جايه بالليل لو في بقى عشاء ولا حاجه، بضطر ان انا اسيب شويه المواعين بقى بتوع العشاء دولت عشان ايه ببقى خلاص جبت اخري، وببقى عايزه اراجع للعيال دروسهم وعايزين نذاكر فايه، فبقول ايه يعني الوقت خلاص بكره بقى. خلاص التسبيكه اهيت، بصوا التسبيكه لونها وردي وتحفه وجميله ازاي، وابدا بقى ايه احط البتنجان ايه يتحمر. وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله. الدعاء يا جماعة، الدعاء بيغير الأقدار، والله والله كل ما تدعي أكتر كل ما ربنا يفتح لك أبواب الرزق ويفتح لك راحة النفس. حطيت بقى إيه شوية ملح، ملح بسيط عشان لو احتاجنا بعد كده بعد ما نحط البتنجان، عشان البتنجان مالح نبقى نحط تاني. طبعا حطيت كمون وكزبرة وشوية فلفل أسمر. تبلتها بقى كده ايه تتبيله حلوه كده، بس الكزبره كمان بتبقى جميله جدا مع المسقعه، شويه كزبره ناشفه. خلاص قلبت بقى كل التتبيله بتاعتها كده واسيبها ايه تشكشك كده ايه وتتسبك كده تسبيكه تبقى تحفه كده. ماشي. ما تكتريش برضو الزيت والسمنه فيها عشان ايه طبعا البتنجان هيبقى فيه زيت، فانا ما بكترش الايدام بتاعتها في التسبيك. خلاص. وريت منديل بقى كده وابدا اطلع البتنجان ده يستوي كده ايه ويتحمر من الوشين، وابدا اطلعه على مناديل ايه تشرب الزيت بتاعها. خلاص. انا خلصت البتنجان قليه وخلصت الفلفل، وابدا ارصه بقى كده ايه في الصينيه. اهو كده لما تيجي تطلعي منه المكعبات بتتهري، فانا بصراحه مش بحب الاكل المهري، فبحب الحاجه تبقى ايه صحيحه كده. والبتنجان برضو بخرطه كبير عشان تبقى ايه محتفظه في كيانها كده، وتبقى يعني إيه شكلها ما تغرفيها في الطبق تبقى واضحه قطعه البتنجان من الفلفل. طبعا في اللي بيحب البتنجان، في اللي بيحب الفلفل، بس ما يبقاش كله ايه مهروس في بعضه. خلاص. ورص ايه رصه كده حلوه كده. خلاص. ولا لحمه مفرومه ولا حاجه، عايزين نعملها بلحمه مفرومه التسبيكه دي ما عليكي ان انت هتعصجي اللحمه وتنزلي عليها بالتسبيكه دي بس. ماشي. بس احنا ايه الاكل النهارده ارجحي كفايه، البتنجان فيه حديد وفيه فيتامينات، وفي الفلفل فيه فيتامينات، وهنعمل برضو شويه اكل كمان جنبيها كده ايه حاجات حرشه كده جميله. والفلفل اهوت يا دوبك الفلفل بياخد لون، ما تسيبوهوش لما ينشف ياخد لون بس ايه وبتطلعيه. خلاص. وادي صينية المسقعة بتاعتنا جهزت وبقت جميلة جدا. بصوا هي اكلها كده من غير اي حاجة مع شوية دقة. خلاص.
لو هتاكليه بتنجان بس بالدقة مع عيش بيشبع وبيبقى تحفة، مع شوية بطاطس مقلية مع شوية فول، تحفة. يعني جبنا مطعم في البيت. ماشي. ونحط بقى ايه، حتة فلفل حامي كده. رضا بتقول لي يا ماما حرام عليك كده كله، قلت لها خلاص يا رضا كفاية واحدة. احط بقى التسبيكة كده عليها. بصوا منظر، بصوا التسبيكة شكلها ايه، والبتنجان شكله ايه، تحفة. طبعا هحط حبة ايه مية بساط عشان بس التسبيكة انا نشفتها. بصوا اهي يا دوبك بنزل بس المرقة اللي في الطاسة. خلاص رحتها بقى في الفرن، يا دوبك تاخد وش، وكل حاجة عندي مستوية، يا دوبك تاخد ايه تشويحة من على الوش كده، والتسبيكة ايه بقى ايه، تاخد صهدان الفرن كده وتبقى تحفة. خلاص. هنخش بقى ايه على حاجة تانية. عندي بقى شوية بطاطس سلقاهم، ايه هحمرهم. هي اللزوم المسقعة ايه كلها بتبقى اكل شعبي، اكله يعني من الدرجه الاولى. عايزه بقى اعمل لهم مطعم في البيت، هما بيشموا من المطعم كل يوم الصبح يقولوا لي ايه عايزين نفطر. طبعا على ما بيقوموا من النوم بيكون ايه، الحاجه الصبحه خلصت والمطعم خلص، فانا حبيت اعمل لهم النهارده مطعم في البيت. خلاص. ادي البطاطس بحمرها، وشويه فول برضو عملتهم بالتومه كده، تومه كده حمرتها وقطعت عليها طماطم صغيره وقرن فلفل نص قرن فلفل الحامي التاني. ماشي. وحطيت شويه الفول. خلاص. وقلت البطاطس. هقلي بقى طعميه. انا عندي الزيت سخن قوي، فهعمل ايه، برطه بحبه ميه زي بقى ايه ما بتوع الطعميه بيعملوا. ماشي. ادي الطعميه انا جايباها جاهزه مش عاملاها. حطيت شويه كربوناتو وشويه كزبره ناشفه وقلبتهم في بعض. تقلبيها جامد جامد جامد، تبص تلاقيها هشت وايه وفارت كده وما بقتش مكتومه. خلاص. قلت الطعميه كمان اهوت، والفول جهز معايا. وهنغرب بقى بقيه الاكل ايه، ونقول لألف هنا وشفا للي هياكل. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. متنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت الحلو، عشان اعمل لكم اكلات شعبيه منسيه، او في ناس كتير ما تعرفهاش او بتكسل تعملها. احنا مع بعض هنعمل الاكل الشعبي، مش بس لحمه وفراخ. كل اللي بيعمل لحمه وفراخ كتير، احنا بقى هنعمل الاكل الشعبي اللي الناس كلها بتحبه وايه وتاكل. بصوا بقى شويه اللفت دولت، بصوا ميه اللفت، وكمان ايه خيار، شويه خيار كده. لما باجي اجيب خيار بحاول اختار الخيار الصغننه. ده دول كده كبار كمان، بس انا لقيتهم في التلاجة خلاص إيه هيبدأ يدبل، فقلت ايه احطه اعملهم ايه مخلل. ماشي. نطلع بقى ايه صينيه طلعنا بقى هو صينية المسقعة من الفرن. بصوا شكل الطبق ده، الطبق ده عايز رغيفين سخنين ويتنسف. ماشي. وادي الاكل اهوت، ادي الطعمية وادي البطاطس وادي الفول وشوية بصل برضو اهو، البصل الاحمر اهوت. ماشي. والاكل طعمه تحفة.